ده يا جماعه شكل الجلاش بتاعنا اهو بعد ما حطيناه في طبق التقديم واستوى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. فيديو النهارده يا جماعه هنعمل فيه جلاش بالفراخ. انا هنا حطيت بصله مفرومه يدوب بس تصفر، وهنزل عليها بالفراخ عشان خاطر تستوي ونحطها على الجلاش. احنا النهارده يا جماعه هنعمل الجلاش بطريقه مختلفه. هنعمله بالفراخ دي. فراخ هعصر عليها ليمون. هنعمل الجلاش النهارده بالفراخ. كل الناس يا جماعه متعوده ان هي تعمل الجلاش باللحمه المفرومه، احنا النهارده هنعمله بطريقه مختلفه، هنعمله بالفراخ. وكمان عملنا معاكم قبل كده المكرونه بالبشاميل عملناها باللحمه المفرومه. هنعملها النهارده بالفراخ، بس احنا صورناها لكم قبل كده، هي نفس الطريقه بس بدل اللحمه فراخ. دلوقتي هبتدي احط الفراخ عشان خاطر البصله هي اصفرت معايا. هبتدي دلوقتي انزل بالفراخ عشان خاطر تستوي. لازم يا جماعه نقطعها قطع زي ما انتم شايفين كده، براحتكم بقى انتوا عايزين تقطعوها قطع كبيره صغيره او ممكن تكون مفرومه كمان على حسب ما انتوا بتحبوا. هبتدي بقى يا جماعه اضيف التوابل بتاعتنا. احط معلقه ملح وهحط كمان رشه فلفل اسود صغيره، وهبتدي بقى استنى لغايه ما الفراخ بتاعتي تصفر، وهحط كمان معلقه كزبره صغيره تديها طعم حلو، وهقلب بقى لغايه ما الفراخ بتاعتي تدي اللون المصفر كده شويه وتتعصج وتستوي. بس هخلص وارجع لكم تاني. هبتدي يا جماعه كده ادهن الصينيه بتاعتي بتاعت الجلاش بالسمنه اهو يا جماعه كده. احط السمنه لازم ندهنها كويس جدا عشان ما يلزقش معانا الجلاش ويتحرق. ومن الجناب برضو. هبتدي اهو احط طبقات الجلاش. وهندهن سمنة تاني بين كل طبقة وطبقة. وهكذا هنفضل نعمل لغاية ما نوصل لآخر طبقة. هبتدي احط بقى كل الطبقات بتاعتي لغاية ما اوصل لنص الكمية تقريبا. هبتدي بقى احط الحشو بتاعي اللي هو الفراخ، وبعد كده بالنص التاني هنكمل، وهوريكم دلوقتي لغاية ما نوصل للنص وهوريكم واحنا بنحط الفراخ برضو.
كده يا جماعة انا وصلت تقريبا لنص كمية الجلاش. هبدأ بقى انزل بالحشو بتاعي كده اللي هو الفراخ اهو. اهو كده يا جماعة انا تقريبا حطيت الفراخ بتاعتي. هبتدي بقى اني اكمل الجلاش لغاية ما نوصل للاخر، وبعد كده وبرضو هدهن بين كل طبقة والتانية سمنة او زبدة على حسب اللي موجود عندك اهو. وهنفضل نعمل كده لغاية الاخر، وبعد كده هوريكم في الاخر هنعمل ايه. كده يا جماعة اخر طبقة اهي معانا. هنبتدي اهو وهنحط السمنة فوقيها عادي جدا، وهوريكم تركاية كده صغيرة بنعملها مش كل الناس تعرفها، بس بتدي شكل جميل وطعم حلو برضو. هبتدي يا جماعة دلوقتي انا خلصت اهو دهنت الوش بتاعها. هبتدي ان انا اقطعها علشان خاطر لما نحط اللبن والبيض في الاخر يتشرب وينزل جواها. اهو يا جماعة كده بعد شكل الجلاش بعد ما اتقطع هنبتدي بقى نحط عليه اللبن والبيض من فوق علشان يديله وش جميل وطعم جميل برضو. دلوقتي حطينا بيضة على لبن على معلقة بيكنج باودر وفلفل اسود وملح. هنبتدي دلوقتي نحطها فوق الجلاش من فوق علشان تشربه زي ما انتم شايفين كده. وهندخلها الفرن، وبعد ما نخلص هوريكم شكلها. ده يا جماعة شكل الجلاش بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. شايفين يعني مش يعني يدوب ادى اللون كده، ده مش هنسيبه اكتر من كده عشان ما يتحرقش. بالفراخ طبعا طعمه حلو جدا وجديد، وجربوه هيعجبكم جدا. هنحطه بقى في طبق التقديم وبعد كده هوريه لكم. ده يا جماعة شكل الجلاش بتاعنا اهو بعد ما حطيناه في طبق التقديم واستوى. هوريهولكوا بقى مع المكرونة برضو بالظبط نفس الخلطة بالفراخ، بس احنا طبعا صورناها في فيديو قبل كده نفس المكونات والمقادير بالظبط بس بالفراخ. روحوا شوفوها على الفيديو يلا اللي ما راحش شافها. اهو يا جماعة دي المكرونة بالبشاميل بتاعتنا بس بالفراخ زي ما قلتلكوا. شكلهم جميل جدا. حطيت معاها يا جماعة بابا غنوج. طبعا اللي مش عارف البابا غنوج بيتعمل ازاي هعملهولكوا في فيديو لوحده. بس كده يا رب يكون الاكل عجبكم. متنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، وتكتبولي في الكومنتات ايه افكار الفيديوهات اللي انتوا حابين ان انا اعملها لكم. اشوفكم في الفيديو الجاي وباي باي.